هذا العمل يمت إلى الواقع بكل صلة، وكل الخناقات اللي هتسمعوها من واقع الحياة اليومية. هو انت عايز مني ايه بالظبط؟ مساء الخير. الحمد لله بالسلامة. حاسس انها مش طالعة من قلبك. ليه يعني؟ اكيد من قلبي. امال انا حاسس بتقطيم ليه؟ كل ده حسيته من حمد لله بالسلامة. هو انت اتغيرتي كده ليه؟ نبرة صوتك ومقابلتك ده حتى ابتسامتك متغيرة. تصدق اول مرة تقول حاجة صح؟ اول مرة؟ طب الحمد لله، ويا ريت ما تبقاش اخر مرة. انا فعلا اتغيرت. غيابك وقسوتك غيروني. احساسي اني بقيت زي الكنبة اللي انت قاعد عليها دي، تروح وتيجي تلاقيها بحطة ايدك. كل ده ومش عايزني اتغير؟ انا شكلي فتحت على نفسي فتوحة انا مش قدها. وانا مش طالبالي خناق. يوم ما تعوز نتكلم ونحل يبقى فضيلي من وقتك. وفكرك ممكن نقعد ونتكلم ونحل؟ ده لو حبيت. تصبحي على خير. وانت من اهله. هو ده بقى حلنا. حوارات مبتورة، غياب للرغبة والشغف في العلاقة. نقدر نقوله بنسبة كبيرة الموت البطيء. طب ليه كده يا تامر؟ ما هو الراجل لما يدخل ويلاقي الوش الخشب متصدر المشهد طبيعي ان يبقى ده حالنا. والله؟ طب والوش الخشب ده بقى حضر من امتى؟ ما تقوليش ان احنا بطبيعتنا نكديين. لو انت عندك شك في كده وضيفي عليها انكم دراما كوين. هو انتم عايزين ايه بالظبط؟ انتوا تعملوا ما بدلكم وتستسلموا لطاحونة الحياة، واحنا بقى نفضل مسهلرين ومفرفشين؟ لا طبعا، ده ضرب من ضروب الخيال. الست عشان تديلك دلع، بلاش يا سيدي، عشان تديلك اي حاجة محتاجها هي بتبقى محتاجة وقود. والوقود ده جاي منين؟ منك. يعني دلع واهتمام وتقدير. واحنا بقى ملناش نفس، مش كده؟ هو الراجل عايز ايه من مراته غير وش مبتسم وكلمة حلوة على حبة دلع؟ يا نيروز، الدنيا من غير ست حنينة بتبقى ناشفة قوي. معاك في كل اللي قلته، بس فاقد الشيء لا يعطيه. هو في ست في الدنيا غاوية بوز ونكد؟ ضحكتيني يا نيروز. قولي في ست في الدنيا مش نكدية؟ ده احنا لو عترنا في واحدة بس تبقى معجزة يا ماما. يا ماما، ايوه، هي ماما دي. انتم عايزين امهات مش ستات. يعني الست اللي تدي بلا مقابل وتشوفك داخل هلكان تعشيك وتنيمك، لا عايزة تتكلم ولا تخرج ولا حتى تشتري. ما قلناش كده يا ستي، بس في طريقة. يعني ماشي، احنا مقصرين، بس في طريقة للطلبات. يعني وش قبل النظرة عمره ما هيساعدك انك تاخدي من الراجل اللي انت عايزاه، لكن كلمة حلوة وابتسامة على حبة دلع مع لقمة حلوة في الوقت المناسب كلها عوامل أكيد هتحصلي بيها على اللي انت عايزاه. ولا ايه؟ ما هي السفنجة ليها طاقة يا تامر. سفنجة؟ انت محسساني ان انا داخل على حوض المواعين. ايوه بقى، حوض المواعين. البلاعة لما بتتسد ما بتقدرش تبلع كمان. لا يا نيروز، انت النهاردة غريبة جدا. بص يا تامر، ومن الآخر، وكلامنا عمره ما هيبقى له آخر في موضوع العلاقات ده. الكل لما بيطفح محدش بيبقى طايق حد. لو عايز الست لطيفة وظريفة ونعنوشة، حافظ عليها وعلى نفسيتها، ما تقلش منها وتفضل تضغط عليها، عشان لو فضلت تشيل وهي ساكتة مرة وهي بتبعبع مرة وهي نكشة شعرها وبتصرخ مرة، في مرة هتلاقيها اتحولت ومش هتبقى عارفة ترجع تاني. الراجل لازم يبقى عنده نظر ويقدر الضغط الواقع عليها، وأول بأول يحاول يخف عنها، ما يسيبش الدنيا لحد ما تقع. ولا انتم رأيكم ايه؟ وانتظرونا في الموسم القادم.